زيت الانجاز والاعجاز، زيوت هنديه 21 زيت هندي، معها بقى رينجراج، تسوباكي، النايم، لسان الثور، البلاك سيد اويل، البلاك جارليك اويل، اللينسيد، الجريبسيد، التسوباكي، كل دي زيوت هنديه. معاها كمان الكلوروفيل، كلوروفيل مسؤول عن عمليه البناء الضوئي، الميتابوليزم. الشامبو لسولابي، علاج للشعر الجاف المجعد. ده انا عايزه اقول لكم الشامبو ده 3 في 1. ليه؟ بينظف فروه الشعر، بينظم افراز الدهون لفروه الشعر الدهنيه، وبجوز الهند والجوجوبا، وكمان ماده اسمها البيه ترايمونيوم ميثوسلفيت اللي بتعالج الجفاف، والكابرايل جلايكول، والسيركو بروتين، واهم حاجه ماده الكيتوكونازول. 6 امبولات ب21 مادة فعالة يابانية بديلة عمليات زراعة الشعر، علاج فراغات وتساقط. سيرم سولابي، وليه كمان هو من أجود أنواع السيرم، مدعم بحاجة اسمها السلك بروتين من المواد الفعالة، البيه ترايمونيوم ميثوسلفيت، الكابرايل جلايكول. المواد دي بتدخل نخاع الشعرايه، بترجع الدامجد باي سلفايد بوند، بترجع الروابط ثنائيه الكبريت اللي اتكسرت. دي الروابط اللي بتمسك كيراتين وكولاجين الشعر، فتخلي الشعر ناعم وانسيابي وسايح ونايح، مش هايش مش جاف مش مقص. السولابي ليف ان، وكمان عليه زيوت زي الارجان والجوجوبا والثوم الاسود. عايزه اقول لكم ان هو اول ليف ان ماسك في مصر والوطن العربي بيتساب على الشعر مش بيتغسل. خدي بالك من المعلومه دي كويس قوي. وكمان تقدري تعملي بيه فرد وتريتمنت، يعني تقدري تفيدي بيه نخاع شعرك وكمان جذع الشعرايه، وتقدري تعمليه بدرجه حراره او من غير، يعني على البارد. انا النهارده بعمله على البارد. زيت الثوم الاسود، زيت الفلاكسيد اويل، زيت قرع العسل، علاج فراغات الشعر والصلع الوراثي، وعلاج الالوبيشيا. ده مجموعه زيوت مش ثوم اسود بس. زيت الثوم الاسود 13 ضعف الثوم العادي. طب والريحه؟ لا، ده معمول بالنانو تكنولوجي، العبوه عامله زي سبيكه الذهب،